السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للظروف الاقتصادية اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الأسعار اللي بقت مبالغ فيها، وبقت كل الأسر بتشتكي تقريبا، وده بقى مؤشر أو عنصر ضاغط جوه الأسرة، اللي هي تبقى قادرة تواجه ده، قادرة تعدي المطب ده، لأن احنا مش عارفين هيستمر لغاية امتى. فأنا بس محتاج أقول كلمة لإخواتي، يعني خلي بالكوا أوي، خلي بالكوا على بعض اليومين دول. الموضوع مش محتاج فلوس كتير قد ما محتاج قرب كتير، محتاج طبطبة، خصوصا ان انت مش هتعرف تعزز مصادر دخلك كزوج، وانت مش قادرة تضغطي نفقاتك كربة بيت. بس مش عارف، حاسس ان الكلمة الطيبة هنا هي اللي هتفرق. اه، المعاملة الطيبة هي اللي هتفرق، والإحساس والشعور الطيب ناحيتكم انتوا الاتنين هو ده المحك. الرهان على ده، يعني الأيام اللي جاية الرهان على دي، على تماسك العلاقة. العلاقة كان أساسها إيه؟ هنا بيبان معدن الزوج الصالح، والزوج اللي قادر يكفي بيته، والزوج اللي بيعافر عشان يحافظ على وجه وشكل وكرامة بيته وأسرته، والست اللي بتحاول تدبق لجوزها وتحاول قدرت تساعد معاه في ال... في المعيشة. يبقى كتر خيرها. أنا مش من الناس اللي بتحب تخلي الست تساعد في البيت. أنا شايف مصروف الزوجة اللي تروح لنفسها، هي حبت تساعد ده خير وبركة، غير كده لأ. الراجل هو المنوط. مش عارف حد يتفق معايا وحد يختلف، بس دي قناعاتي يعني. فبالتالي إنما هي عندها بقى واجب تاني جوه البيت، التدبيق. كانوا زمان يقول لك ست دي بتدبق، ما كنتش فاهم يعني بتدبق دي. بتدبق تطلع اللي هي من اللا شيء بتعمل شيء. يعني أنا عشت على أيام زمان كانت والدتي ممكن تعمل مربى جزر ومربى بلح ومربى مش في البيت. يعني زمان كانوا الستات بيعملوا الكلام ده في البيت. طب هما بيعملوا ليه؟ مكانش في مربات، كان في بتاعت ايد فينا ديت وقهوة، بس بيساعدوا مع الزوج بحيث يعني يقللوا نفقاته. عندي إحساس اليومين دول هما اليومين دول اللي احنا محتاجين فيهم نستلهم كل قصص وتجارب أمهاتنا وأبهاتنا لما بيمروا بظروف زي دي. بس هي دلوقتي الظروف جماعية، كان زمان ممكن تبقى ظروف فردية، أسرة من الأسر. دلوقتي لأ، للأسف ظروف جماعية، فاحنا كلنا كده ممكن نحاول نلاقي حلول. كلنا نفكر ليه لأ، يعني كل واحد يقول فكرة كويسة جايز الناس تستفيد. احنا عايزين الفيديو كل الناس تستفيد، أنا استفيد وانتوا كمان تستفيدوا، ونشارك بعض تجارب بعض. أنا أعرف تجارب حياتية شفتها، وانتوا أكيد تعرفوا تجارب حياتية شفتوها قبل كده في حياتكم، خاصة بالمراحل اللي فيها ضغط نفقات، أو تغير في معدل الإنفاق، أو ظروف اجتماعية اختلت، وفاة أب بقى، الزوج تعب، الزوج مرض، الزوج حصل له إعاقة عجز. الأسرة دي مشيت إزاي؟ دخل الأسرة اختلف، بعملوا إيه؟ هنلاقي تجارب في حياتنا كتير كده، كتير جدا. أمهات عظيمات عدوا مراحل زي دي كتير، نشارك بعض ونشوف. السلام عليكم.